الشيخ القبوطي كان واحد صياد يعني من المطريه ده، وكان الشيخ القبوطي ده يا حضرات كان بيجي من المطريه لغايه المنطقه بتاعت القبوطي دي في البحيره ماشي على رجليه ذهابا وايابا يعني. انما هو كان عشان هو كان اول واحد حط رجله في الحته دي، الناس اعتبروه ولي من اولياء الله يعني الشيخ القبوطي، وهو اللي عاش فيها وخلف ولاده فيها، وبقى اخر واحد من سلاله الشيخ القبوطي واحد كان اسمه عبد القراعي. عبد القراعي ده متوفي بقاله 5 سنين عن عمر 104 سنه، يعني اتجوز 3 مرات، منهم مره وهو عنده 75 سنه وانجب بنت هي دلوقتي عندها دخلت في ال40 يعني ومتجوزه وعندها 3 أو 4 ولاد. ده الشيخ القراعي ده يبقى الحفيد الثالث للشيخ القبوطي. وهو طبعا خلي بال حضراتكم الاستاذ طارق متكلم عن تنيس ومش تنيس وكده، الراجل ده كان له يعني كوخ او عشه في تنيس الشيخ القبوطي ده. وعلى فكره الشيخ القبوطي ده جاب من تنيس من دخل يعني نفق في الارض وجاب قدره، وكانت القدره دي فيها براده الذهب او التبر بتاع الذهب زي ما بيقولوا يعني. وابنه سهاه او خلاه مش واخد باله، وبعدين راح دالق القدره دي في الميه، فراحت جايه في البحيره الميه كلها بقت صفر، ومسك ابنه ضربه علشان الحادثه دي. وبرضه جاب الشيخ القبوطي طبعا اللي قال لي الكلام ده الشيخ عبد القراعي يا رانيا ان هو جاب من تنيس دي اللي هو بتاع الميه ده اسمه ايه؟ الابريق. جاب ابريق بتاع زيت في زيت من الداخل، وبعدين يكبوا منه ما يخلص، يكبوا منه ما يخلص. المهم الفضول دفعهم ان هم يشوفوا ايه السر الزيت اللي ما بيخلص ده. كسروه لقوا جواه رحايا بتدور، ولقوا بذور زي بذور السمسم جوه البتاع ده، وكل ما تحركيه الرحايا دي تدور وتعصر، والزيت ده ينزل من العصير ده على كلامكم يعني. الشيخ القبوطي ده كان صياد وعايش على يعني حياته كلها كانت على الصيد والسمك والتجاره والفساخه يعني. هو كان طبعا انت عارفين حضراتكم زمان ما كانش فيه ثلاجات، وكانت الناس بتحاول تحفظ السمك بالتفسيخ، تفسخه يعني وكده يعني. كان ملك